عارفة راسي غبرت مع العطلة، ولكن راني جيتكم بواحد الكيكة اللي ما نعاودش ليكم، لذيذة بنينة، واحد التعليكة. عرفتي المذاق ديالها جات خفيفة، غير جربوها انا متأكدة غادي تعجبكم. عندي هنايا غير حبة ديال البيض. واش غادي نحضروها؟ هنا حبة البيض اللي من الاحسن تكون في حرارة ديال المطبخ ويكون الحجم ديالها كبير. غندير قبيصة ديال الملحة دائما لتصحيح الذوق، وواحد الساشي او كيس ديال الفانيلا. ويمكن لكم تنكهوه حتى بقهوه سريعه الذوبان، غتواتى مع هاد المذاقات بشكل كبير. صافي غادي ندير كاس، دائما اكيد بالعبار ديال كاس العنبه ديال السكر حبيبات، ونخلط مزيان دوك المكونات حتى كينسجموا ليا كيف ما لاحظتوا. مباشره غادي نضيف هنايا كاس قل ربع ديال زيت نباتيه. ديما نبقاو هكا في العبار ديال كاس ديال العنبه اللي معروف عندنا حنا كاملين. صافي غادي نضيف هنا كاس ديال القهوه اللي عصرتها، يكون دافي. من الاحسن الا بغيتوا هاد الكيكه تجيكم معلكه من الداخل، ديروا هذاك الكاس ديال القهوه اللي كتباع هكايا عصرتها. ويمكن لكم حتى تعوضوها هكا بكاس ديال الحليب مع معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. غير كنصحكم يكون هذاك الخليط دافي باش يعطيني ديك التعليكه. صافي غنضيف هنايا الدقيق، وغادي نضيف 2 الاكياس ديال الخميره. هنا بالنسبه ليا الدقيق راني كنت مغربلها من قبل، لانني حضرت هكا شي وصفات باش هكا نسهل عليا العمليه. حاولت انني نغربلو هكا من قبل، وكندير غير شويه بشويه. حاولوا دائما كيف ما قلت لكم تغربلوا الدقيق باش هكا الكيك ديالكم يجيكم خفيف ويجي مهوي. وغادي نضيف هنايا واحد 2 المعالق كبار ديال الكاكاو اللي يكون من النوعيه الجيده، داك اللي تيكون اللون ديالو بني هكا كيعطينا مذاق اللي زوين. عرفتي هاد التعليكه صراحه اللي جات في هاد الكيكه بحال حضرنا هكا البراوني، عرفتي جات معلكه بزاف. غير جربوها، خذوا اي مول كتنجح لكم فيه الكيك. انا خديت هذا الدائري العادي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندير هكا داك الخليط ديال كيف ما لاحظتوا. الخليط كيكون هكا شي شويه ثقيل. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي درت في هذا الكيك، درت واحد الكاس ونص، تقريبا واحد 200 غرام ديال الدقيق اللي غادي تحتاجوا. ودائما الدقيق كيبقى على حسب النوعيه اللي كتستعملوا نتوما. صافي خديت هنايا حبات ديال البعويد اللي نقيتهم، حيدت لهم هكا القشره ديالهم وخليتهم كيف ما هما. صافي غنحاول انني غادي نوزعهم هكا. هذه طريقه اللي مغايره، ملي كنقطعوا هكا الكيك كيجيو دوك الطريفات هكا من الداخل، كتجي مغايره وكتجي صراحه زوينه بزاف. دخلتها للفران اللي سخون غير، شعلت عليه غير من التحت، يكون سخون من قبل، شعلت عليه من التحت على واحد 150 درجه حتى ضعف الحجم ديالها. بعد ما خرجها زينتها هكا بشويه ديال الشوكولا، ودرت لها هكا اللوز ايفيلي. ما نعاودش لكم، كتجي واحد البنه، داك الانسجام ديال البعويد مع الشوكولات مع اللوز ايفيلي. كاينه التقرميشه وكاينه اللذه وكاينه التعليكه حاضره في هذه الكيكه. غير جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. تنال الاعجاب ديالكم، راه كيجي داك البعويد طايب ودايب وكتجي بنينه بزاف. جربوها. ما تنساش لو كنت اول مره كتشاهدوا الصفحه اشتركوا، بارطاجيو الصفحه مع الاهل والاصدقاء. يلا خليتكم على خير وخليت لكم الراحه. تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد.